oxygen hose. Atta boy. All right, stand up on the exterior step. Keep your head down. Release the helmet tie-down strap. إذا بدأ العد التنازلي cameras. للأكسجين. And our guardian angel will take care of you. All right, now the whole other looking out. At least you can see what I can see. Sometimes you have to get up really high. How small you are. I'm going home now. Jumper away. القفزة مشاهدينا 16 ثانية على القفزة الحرة. هذا هو فيليكس باومغارتنر يصل إلى سرعة 760 700 800 كيلو متر في الساعة في سقوطه. بنشوف لوين بيوصل. السرعة المطلوبة 1110 كيلو متر في الساعة. يعدي ويحطم رقم القياسي الآن. 30 ثانية لهلا عدى ال 30 ثانية. الأولى هي اللحظات أكثر إحراجا طبعا. حطم الرقم القياسي يا رشا. حطم أكثر من الرقم القياسي للمرادفة 1173. يا إلهي. وحطم الرقم القياسي الثالث. أمر ما يحصل. يقوم فيليكس بالارتفاع حوله. فيليكس يدور الآن وكان هو هذا اللي بيخاف منه الدوران. هناك باراشوت نتمنى أن يتمكن من نعم. إخراجه إن شاء الله. ثبت نفسه ثبت نفسه جميل جدا. ثبت نفسه ثبت نفسه. نسمع تصفيق من غرفة الكنترول روم. ولكن Now that's very, very reassuring what we've seen there. That high speed drop, and now you can see from the little dot, there's the applause. الآن سقوط ناجح يا رجل. He said something. عبر منطقة الخطرة. منطقة الخطر الحمد لله يعني. فري فول. طبعا هناك رقم آخر يود للتقديم وهو السقوط الحر لأكثر من 4 دقائق و30 ثانية. But he's in controlled descent. نعم. اخترق خلاص. اخترق. نعم. عدى أكثر من 1110. الرقم اللي كانوا ينتظرونه 1110 توقعوا. وصل ل 1100 وأكثر من 10. So 2 minutes. يا سلام هذا هو يبتسم. كيتنر يبتسم. Keep talking, Felix. Keep talking. هذا هو فيليكس يتحدث إليهم. Reassuring to hear his voice. يتحدث إلى جو وجو يقول له تحدث أيضا حتى لا يغيب عن الوعي. إذن هذه أول أكسجين أيضا oxygen bottles. إذن الأكسجين باقي له 6 دقائق و30 يعني هو عنده بعد 6 دقائق و30 Yes, ثانية Felix, I hear you. Go ahead. Roger, go ahead. Go ahead, Felix, I hear you. Go ahead. Anything. I have been following speed for a long time. Sounds like I had to pass out. For no reason. I can stop speed now. I'm a riser. Still free falling. You're really stable. You've fallen 3.5 minutes. Record is. I have been told before because my riser is smoking out. I'll repeat, my riser is smoking out. I tell.
إذا 30 ثانية توصل عن تحقيق الرقم القياسي الأخير. ترقبون الآن تحطيم الرقم القياسي الأخير اللي هو 4 دقائق و36 ثانية. جو كيتنر سنة 60. There's the shoot. There's the shoot. إذا قام فيليكس بفتح الباراشوت. لم يحطم الرقم القياسي لم يحقق في السقوط الحر. يبدو أنه لم يستطع الصمود. إذا 3 أرقام تم تحطيمها، ولكن الرقم الأخير يستمر فيه جو كيتنر وهو أطول سقوط حر في التاريخ. وذلك بسبب أنه فيليكس قام بفتح الباراشوت. So under parachute now. إذا فيليكس الآن تحت الباراشوت في طريقه إلى الأرض. ولكن أعتقد أن يعيد توازنه بعد هذه اللفة. هذا أمر. There's from the helicopter now. Out of the north under canopy, and you can contact Mike Todd safely on this frequency. Give Mike floating Todd safely down to earth. نشاهد فيليكس وهو يقوم بالاتجاه نحو الأرض طبعا بعد ما فتح الباراشوت. عاد فيليكس وترقب وفرحة البسمة مرسومة على وجهه. Tears of joy تم تحطيم 3 أرقام قياسية. الرقم الرابع يستمر فيه جو كيتنر في عام 1960. أطول قفزة أو سقوط حر ب4 دقائق و36 ثانية. لم يصل إلى ذلك الرقم فيليكس باومغارتنر. جو كيتنر بطل أيضا. طبعا أكيد، وذلك بسبب أنه فتح الباراشوت قبل 4 دقائق و36 ثانية. ربما لم يستطع تحمل أكثر من ذلك الوقت. لأن جو كيتنر لم يلتف، لم يتعرض لهذه الحادثة. ربما هذا أثر فيه وأثر على البدنة. نعم. إذا الآن فيليكس يقترب أكثر وأكثر من الأرض، وكمان بنشوف أنه هو على ما يرام ولم يغب عن الوعي. نعم. هذا هو سالم غانم بالمعلومات اللي بيساعد فيها العلم والعلماء. إذا يتحدث الآن إلى غرفة التحكم في الأرض. دموع الفرحة لعودة البطل. ودموع النصر كمان. جو كيتنر لا يزال يحافظ على لقبه. إذا سيستمر أكثر من 10 دقائق الآن بهبوطه بهذا الباراشوت. Under parachute, you have quite a bit of control. إذا يقوم فيليكس بالتحكم بالباراشوت بشكل جيد، وهو يستعد للهبوط الآن على الأرض. هو يقترب أكثر وأكثر من الأرض مثل ما بنشوف مشاهدينا، ويستعد للهبوط. On his path into this landing. Now we see that scrub earth below. Felix's altitude is 5,800 feet. هو الآن على ارتفاع 5000 قدم فقط. يقترب أكثر وأكثر من الأرض ويستعد للهبوط مشاهدينا. وسيقوم طبعا بنزول على الأرض بالقرب من قاعدة روزويل كذلك. قام بفتح الخوذة فيليكس الآن، لا يحتاج إلى الضغط لأنه هو على ارتفاع أقل من 5000 قدم فقط. Oh, he wanted to see. I see. He wanted the smoke so he could see the wind direction. Felix, the wind is coming from the ridge. هو فتح الخوذة عشان يطالع اتجاه الرياح ويتأكد منها. Art Thompson, the technical director of the Red Bull Status Program. مايك تايسون هو اللي يتحدث له ويقول له وين يروح وين يجي واتجاه الرياح وسرعتها وغيرها. يبدو أنه مطمئن جدا. وهو المشرف اللي يتحدث إليه على مشروع ريد بول ستراتوس. صحيح. إذا فيليكس مشاهدينا يقترب أكثر وأكثر من الأرض، وهو الآن بالباراشوت يستعد للهبوط على سطح الأرض مجددا. وصل لسرعة 1170 ويعود إلى الأرض.
فيليكس باومغارتنر. ألف مبروك عليه تحطيم الرقم القياسي وهو كسر حاجز الصوت جو كيتنجر. على السلامة للبطل فيليكس. لحظات تاريخية حاسمة ومثيرة مشاهدينا. لحظة تاريخية، لحظة رائعة، لحظة لا توصف بعد عودته، وهو يقف على قدميه أيضا، يقف على قدميه. بطل 3 أرقام قياسية في قفزة واحدة. جو كيتنر يستمر في صعب أطول قفزة أو سقوط حر، بينما يحطم فيليكس 3 أرقام قياسية. ويقوم بالقفز الحر من ارتفاع من أكثر من 120 ألف قدم. اخترق حاجز الصوت ووصل لسرعة 1170 كيلومتر، أي أكثر من 69 كيلومتر زيادة عن اللي قدروه. نذكركم أعزائي المشاهدين نحن في بث حصري ومباشر من MBC أكشن. أكشنها دائما على قناتنا، وإذا في أي حدث مهم رائع مميز دائما بتتابعونا على شاشتنا. هو عرض حصري. ونذكركم بمسابقتنا، سؤالنا كان يقول متى سيقوم بفتح مظلته أو عفوا الباراشوت. هذه الكبسولة عم نشوفها حسن. طبعا الكل كان يستاهل، هو بدون الكبسوله يا رشا. الكبسوله هذه غاليه وما يبون يتلفونها بالطريقه يعني. ولازم تنزل بمحل ما تاذي حدا، فمشان هيك الكبسوله عم تنزل بذات المحل اللي نزل فيه فيليكس. هون عائله فيليكس وطبعا هليكوبتر ستقوم بنقل فيليكس مجددا الى قاعده روزويل.